جايا ستريمينج كونسيشنش. لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. التطبيق ده حجمه 57 ميجا، محمله مليون مستخدم. تقدر عن طريق التطبيق ده تتعلم اليوجا، التأمل، الروحانيات، تخش في مجتمع كله يعني كلام بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. بس في ناس بتهتم باليوجا، وفي ناس بتهتم بالعلاقة الروحية والتنمية البشرية، وازاي اغذي روحي، وازاي اقعد ساعة وساعتين اتأمل، وازاي اوصل لدرجة من الغذاء الروحي تشفي امراضي وجروحي. يعني انا بقولك على فكرة تطبيق. هتلاقي طبعا التطبيق فيه محتوى حصري معمول للتطبيق عن فوائد اليوجا، وازاي تستمتع، وازاي تقدر توصل للدرجة اللي هي انت عايز توصل لها في اليوجا. تفهم اليوجا، تفهم التغذية الروحية. طبعا باشتراك وفي مجاني. تقدر تتواصل مع الناس اللي قبل منك اللي كانوا على التطبيق، واللي في بينك وبينهم ممكن يبقى في لينك او تعارف او تواصل، لان انتوا الاتنين بتفكروا بنفس الطريقة وبتستخدموا نفس ال التمارين الرياضية اللي هي اليوجا للتأمل والتغذية الروحية. لو ما كنتش عارف اي حاجة عن التطبيق، فتقييمات التطبيق الى حد ما كويسة. بس نصيحة، اليوجا ما هياش من الدين. لو انت مسلم فانت محتاج تتوضى وتصلي ركعتين لله، وتقعد وتسجد وتعبد ربنا وتدعيه كتير جدا. هتوصل للنشوة والسعادة والغذاء الروحي اللي انت عايزه، بدون ما تعمل يوجا ولا اي فلسفة خاصة بناس معينين ملهاش اي اساس في الوجود غير معتقدات ليهم هم شخصيا. شير ولايك وسبسكرايب للقناة لو ما كنتش عارف اي حاجة عن التطبيق.